خطيرة الأوروغواي، الكرة ما زالت والتسديدة للتعادل لكن تضيع. هناك مطالبة بوجود ركلة جزاء، يطالب الأوروغواياني بركلة جزاء في اللقطة الماضية. سقط اللاعب فينياس سقط في اللقطة الماضية. هنا هذه الكرة هل فيها شيء؟ هل فيها التدخل على اللاعب فينياس؟ الكرة اللي كانت من بين وايت، وهو متوقع بأن يعود للقطة لأن هناك يعني اشتباه حقيقة في التدخل وعملية دهس من جانب بين وايت على قدم اللاعب فينياس. يبدو أن هناك ركلة جزاء للمنتخب الأوروغواياني. نسمع ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء. فيدريكو فالفيردي على التنفيذ بقدمه اليمنى القوية. فيدريكو فعلها، نعم. منصة إطلاق الصواريخ لا تتوقف، أهدافه أبدا لا تتوقف من كل مكان، وهذه المرة من علامة الجزاء.